السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعاتي. جيت نشارك معكم هذا السلو اللي عليه طلب بزاف في رمضان دابا. وصفة اللي جدا مميزة، فبقاو معايا ان شاء الله من اول فيديو حتى الاخير باش تشوفوا الانواع ديال الدقيق اللي غادي نشارك معكم. غنعطيكم بزاف ديال الافكار باش نتوما يعني تستخدموا اي نوع عندكم نتوما متوفر. وكنبداو على بركه الله. بالنسبه للوز فكناخذوا هنا تقريبا انا خديت هنا 2 كيلو لان غنحضر به وصفات اخرى، فغادي تستعملوا في كيلو ونص ديال اللوز، كيلو ونص ديال الزنجلان. كنغسلوهم مزيان بطبيعه الحال، نقيوهم وكنحمروهم. كنحمروهم في الفران على هذا الشكل هذا. بعد ما كاينش فينا الزنجلان فاحنا كنحمروه على درجه حراره 150. كتكون الحراره غير من التحت باش ما يتحرقش لكم وخصو يطيب مزيان. وكذلك اللوز حتى هو نفس الطريقه. حتى كان زعما كنشفوه بالشميسه عاد نحمروه في الفران وكنفتحوه هكذا من الوسط. ملي كيبان لكم صافي ولا قهوي من الداخل كتعرفوا بلي راه صافي تحمر مزيان. وبالنسبه لانواع الدقيق فغادي نشارك معكم تقريبا واحد 5 ديال الانواع. نتوما غديروا اللي توفر لكم. هنا كاين دقيق إلان، وعندي دقيق الحمص. بزاف غيتسائلوا كيفاش دقيق الحمص غادي يجي في السلو. كيجي رائع، انا جربته هذا العام ان شاء الله. غادي نقول لكم في الاخير الانواع اللي استخدمت. كاين هنا دقيق الارز الكامل اولا دقيق الارز الابيض، كديروا اللي توفر لكم. واخيرا كاين دقيق الشوفان اللي حتى هو كيجي رائع بزاف. وغتسولوني واش الشوفان بدون جلوتين؟ نعم، هذا راه شاريه هني باندو. هاد الشركه هذه راه كديروا بدون جلوتين. فيه العلامه، كيتوفر على العلامه. وان شاء الله انا الانواع اللي غادي نستخدم في هذا الفيديو اولا في هذا السلو هو دقيق الحمص مع دقيق إلان. غندير نص كيلو نص كيلو. وغادي نزيد قوفيه ديال الذره كدقيق ثالث، هو اللي غادي يجمع لي يعني سلو كيجي من اروع ما يكون. عرفتوا البنات، هاد السفوف هذا الا درتوه كونوا على يقين غادي يعني ينال اعجابكم بزاف، وغادي يجيكم تقريبا بحال السلو العادي وصحي. حتى الناس اللي ما مرضينش كان زعما كننصحكم انكم ما مرضينش بالسيلياك وما عندهمش حساسيه الجلوتين، كنصحكم بهاد الانواع هادو ديال الدقيق. حيدوا عليكم دقيق الفورس ودقيق الدقيق زعما الانواع الاخرى اللي ما صالحاش للامعاء ديالنا. كتعرفوا دابا حنا في عصر الامراض وعصر بزاف ديال الناس ولا عندهم تحسس من الجلوتين من القمح ومن الشعير. صافي كيف ما غتشوفوا معايا غادي نخلط هذا الدقيق هذا وغادي نديه للفران درجه حراره 180. غادي نخلي النار غير من التحت وغنبقى نحرك مره مره. في هذا الاثناء غادي ندوز نحمر اولا غير نسخن. الصراحه هادو ما كيتحمروش، غير كيتصهدوا حبه حلاوه والنافع. فهما غير كيتصهدوا شويه فوق النار، يعني غير كتحسوا بهم سخنوا كنحيدوهم. ما تخليهمش يتحمروا، راه كيعطيو الطيبات المروره. غادي بعد ما غادي نحمرهم واحد شويه غير كيسخنوا. غادي نطحنهم مزيان وغادي نغربلهم بطبيعه الحال. الغربال اللي يكون رقيق. هنا درت واحد 2 معالق ديال السكر سنيده مع شي حبات ديال مسكه حره. خاصها تكون يعني مسكه حره زوينه، ماشي شي نوع اللي خايب. مسكه حره باش تعرفوها كتمضغوها. اذا شفتوها يعني كتعلك بحال المسكه كتعرفوها راه حقيقيه، يعني مسكه حره حره. صافي غادي ناخذ واحد الحفينه ديال اللوز تقريبا واحد نص ربعه ديال اللوز. غادي نكب عليها المطايب باش غادي نزينوا بها السفوف ديالنا في الاخر. غادي نغطي عليها بحال هكذا واحد شويه وعاد نجي نفسخها. اللوز ديالي بعد ما تحمر ها هو كنجبدوه من الفران وغادي نطحنو تقريبا النص ديالو اولا اكثر من النص. غنهرمشو كيف ما غتشوفوا معايا اكثر من النص غادي نهرمشو. كنذكر بانني درت كيلو ونص ديال اللوز، كيلو ونص ديال اللوز. فحيت منه واحد الحفينه باش غادي نقليها نزين بها في الاخر. وهنا قلت لكم ثلثين تقريبا ثلثين كنهرمشوها. وضروري تحتاطوا مع هاد الماكينه هذه، ديروا الاحتياط ديالكم الكامل. عودوا حيدوا هذاك البريز عاد باش تقدروا يعني ديروا يديكم هكذا لداخل، لان الله يستر راها صعيبه بزاف. فما تغامروش براسكم. صافي وهذا اللوز اللي تبقى ليا دابا غنطحنو تيولي بخاليني، يعني غنطحنو مزيان. كنحل الماكينه وكنعاود نحركو واحد شويه وكنعاود الطحنه الثانيه فكيولي معلك تيجي رائع. باش هكذا كنتفاداو داك الدهون بزاف في سليلو. سمحوا لي كنهضر بزاف باش كيخصني نشرح لكم كل مرحله بالتدقيق. صافي غادي نطحنو دابا الطحنه الثانيه حتى كيتعلك وكيولي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا
ونفس الطريقه غادي نديروها حتى للزنجلان. فغادي ناخذ نصف الثلثين حتى هو غندير منه كيلو ونص. فالثلثين غادي نخليهم غنطحنهم مزيان، نهرمشهم عفوا. الثلثين غيتهرمشوا كيف ما غتشوفوا، والثلث غادي نخليوه يعني نطحنوه يولي بخاليني، وغنحيدو منه واحد بجوج زلايف تقريبا باش غادي نزينو السليلو ديالنا في الاخير. الدقيق ديالي بعد ما تحمر غادي نغربلو دابا مزيان كيتغربل. شفتوا اللون ديالو كيفاش كيولي، يعني ما تحرقوهش، نتوما كتخليوه غير يولي اللون ديالو ذهبي صافي. وغتغربلوه جوج تغربيلات، كتحيدوا ديك التغربيله اللي كتولي بحال هكذا، هذه كتحيدوها. ما تحاولوش تخرجوها في الصفايه لان كتخلي لكم الدقيق ديالكم حرش صافي. ودابا جات الوقيته باش غادي نجمعوا الصفوف ديالنا. زعما هاد المرحله كتكون من اروع المراحل، كتعجبني بزاف، كتفكرني في الايام فاش كنت مع الوالده ديالي وتنكونوا مجموعين على المائده، كنتسناو داك الصفوف غير فوقاش يتجمع يتخلط باش نذوقوا منه. كتشوفوا معايا داك الزنجلان واللوز اللي كنا طحنا حتى ولا معلك، كيعطي تعليكه زوينه بزاف لهاد الصفوف. وكتشوفوا معايا الدقيق، عفوا الزنجلان واللوز اللي هرمشنا ها هما، يعني كتخليوهم شويه مهرمشين ماشي كطحنوهم بزاف باش كتبقى ديك لاكروستيوم اللي كتكونوا يعني في العضه كتبان ديك القرمشه. غادي ناخذوا دابا ان شاء الله حبه حلاوه والنافع. يعني النافع كديروا منه 2 المعالق، حبه حلاوه معلقه ونص، ما تكثروش منها راه كتمرر. وغادي ناخذوا القرفه حتى هي 2 المعالق كبار ديال القرفه، تكون شي نوعيه جيده طحنوها على يديكم من الاحسن باش هكذا الصفوف ديالكم تيجي منسم وتيجي زوين. المسكه الحره حتى هي ما تكثروش منها راه كتمرر، كديروا 2 المعالق من داك الخليط اللي طحنا كامل. وبالنسبه للكوزه فراه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها كيديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. السكر ثقيل هذا راه بدون جلوتين، فيه العلامه. غادي ندير منه 270 غرام، راه جا في الحلاوه هو هذاك، يعني 270 غرام. بغيت تكونوا كتجمعوا الصفوف ديالكم. الا بغيتوا ديروا واحد الاضافه انا كنديرها في كل صفوف، يعني كل عام كنديرها، يعني كندير واحد كاس صغير ديال الشاي ديال نيسكويك، يعني شوكولاته بودره. فكتعجبني كتعطي اللون لهاد الصفوف، وكتعطي حتى واحد شويه البنه. المهم انا كتعجبني كنديرها لان الصفوف بدون جلوتين كيجي شويه اللون ديالو شاحت عليها. كندير انا هذاك نيسكويك باش كيعطي واحد اللون اللي كيكون زوين. صافي هنا بالنسبه للزنجلان كنضيفوا داك تقريبا ديك الزلافه اللي كنا خلينا اولا 2 زلايف ديال الزنجلان. غادي نجمع الصفوف ديالي بزيت الزيتون. اللي بغى يدير الزبده فغادي يستعمل زبده حيوانيه، غادي تذوبوها تقريبا واحد 200 غرام، ذوبوها حتى كتولي نوازيت، كتحيد منها داك الحليب ديالها صافي. وكتجمعوا بها السليلو ديالكم. انا بغيت يكون صحي شي شويه يعني ما امكن، فما خدمتوش بالزبده انا هذا العام، غير بزيت الزيتون. تقريبا دات لي 3 الكيسان كبار ديال زيت الزيتون. جمعت لي هذا الخليط كامل، كنبقى نعرك مزيان هذا الخليط. وضروري كتخص شويه د القوه في هذه المرحله لان كيخصك تدلكي مزيان باش داك الزنجله اللي كنا طحنا بخاليني مع اللوز حتى هو كيعطينا داك التعليكه. وكيجي الصفوف ديالنا رائع يا سلام. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا لا فيديو وعجبكم الاقتراحات اللي عطيتكم بالنسبه للدقيق. فاللي عندكم خدموا به راه كيجي رائع. بغيت نقول لكم حتى الكاوكاو انا ما درتوش لان عندي حساسيه منه، فما درتش كاوكاو. درت غير اللوز والزنجلان. بغيتو ديروا كاوكاو غتاخذوا كاوكاو داك الصغير الحمر البلدي، كتحمروه في الفران بعد ما كتنقيوه من طبيعه الحال، كتحمروه في الفران، كتقشروه وكطحنوه حتى هو بنفس الطريقه، النص مهرمش والنص كتخليوه بخاليني، كطحنوه مزيان كيولي يعني معلك، وكتجمعوا به الصفوف ديالكم. كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو. ما تنساوناش بالبارطاج ولي لايك ديالكم كدعم وتشجيع لهذا المحتوى. وبالنسبه لدقيق الكوفيه كيف ما قلت لكم راني استعملته انا في هذا السلو هذا، درته مع دقيق ايلان ودقيق الحمص، يعني نص كيلو ديال ايلان، نص كيلو ديال الحمص، وكيلو من دقيق كوفيه. غادي نخلي لكم الصوره ديالو في اخر الفيديو لانني نسيت فاش كنت نجمع ما درتوش مع، نسيت ما خلطته مع الطحين يعني في الفيديو. درته في البانيو وكملت مباشره. فالصوره ديالو هي هذه. هو دقيق الذره كيكون محمص محمر مزيان، كديروا منه تقريبا كيلو مع باقي الانواع الدقيق الاخرى اللي هو ايلان ودقيق الحمص.
وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، وما تنسوناش من البارطاج. بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كيعملوا حمية بدون جلوتين، او الناس اللي عندهم مرض السيلياك، او الناس اللي كياكلوا اكل يعني صحي. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي ينفعكم بزاف. واحد النصيحة بغيت نهضر للناس اللي عندهم الغدة الدرقية، فما ديروش ايلان وما ديروش زرع الكتان، راه اصلا ما كديرش في السلو. لان انا سمعت بان الناس اللي عندهم الغده الدرقيه ما خاصهمش يتناولوا ايلان. صافي هاد سليلو راه صحي حتى الناس اللي عندهم السكري، فيمكن لهم يديروا دقيق ايلان مع دقيق الحمص يعني، ويتناولوه عادي، غير يحيدوا السكر يعوضوه بشي حاجه اخرى. وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.